لو انت معاك موبايل من اوبو او ناوي تشتري موبايل من اوبو جديد زي الرينو 11 او ال11 برو، فانت محتاج تعرف شويه حاجات جديده نزلت في الكالر او اس الجديد ال 14 اللي موجوده في الموبايل هنا مع اندرويد 14. ففي الفيديو دوت هقول لك على شويه تريكات جديده في الكالر او اس 14، والفيديو اللي بعديه هقول لك على كل المميزات والحاجات الجديده اللي موجوده في الاوبو رينو 11 وال11 برو. اول حاجه عندك يا سيدي، اول حاجه بس ايه، نفتح السكرين ريكوردنج عشان تبقى شايف اللي انا شايفه، وهو السمارت سايد بار، البار اللي في الجنب ده اللي هو لما تسحب من على اليمين كده اهو يظهر لك. هتقول لي طب ما ده موجود من زمان، ايه الجديد؟ الجديد اللي فيه بقى الحاجتين اللي فوق دول، الفايل دوك والريسنت فايلز، دول مفيدين في كذا حاجه. ركز معايا كده، لو انت مثلا بتكلم ناس كتير عايز تبعت لهم كذا حاجه، كذا جمله وكذا صوره وعلى ابلكيشنز مختلفه، فهتخش على الفوتوز عادي وتشوف الصوره اللي انت عايزها، مثلا الصوره دي تدوس عليها كتير وتروح شاددها كده اهو، هيقول لك سيف تو فايل دوك، هترميها في الفايل دوك. عايز بقى تحط صور، فيديوهات، اي حاجه، كلام، يعني مثلا نخش مثلا هنا انه انترنت، عايزين يا عم الجمله دي، يعني الجمله دي عايزين ناخدها كده اهو، وتروح شاددها وترميها في الفايل دوك. طبعا دي هتبقى عنوان مثلا او حاجه مهمه يعني. بعد كده تخش على الابلكيشن او الشخص اللي انت عايز تبعت له عادي، وتسحب من هنا اهو كده، تخش على الفايل دوك، هتلاقي كل الحاجات اللي انت عامل لها سيف، سواء كلام او صور او فيديوهات، تشدها كده وترميها هنا وتبعتها على طول. عايز تبعت صور برضو نفس النظام، وتبعتها بقى لكذا حد. فانت مش محكوم باخر حاجه انت عامل لها كوبي، يعني دي مش زي كوبي والبيست كده اللي هو بتاخدها، انت عايز تاخد كذا حاجه كوبي وكذا صوره وكذا حاجه ويكونوا موجودين ومتسيفين. فمفيده جدا الصراحه. وبعدين بعد ما تخلص لو انت عايز بقى تنظف الفايل دوك، دوس اديت عادي وتختار الحاجات دي وتمسحها. طبعا السايد بار فيه كل الحاجات بقى، سكرين شوت، سكرين ريكوردنج، تحط الابلكيشنز بتاعتك اللي انت عايزها وبتستخدمها مثلا كتير فتضيفها هنا اهوت. تاني حاجه جديده وموجوده في الكالر او اس 14 وهي اسمها الايمج ماتنج، السمارت ايمج ماتنج. شفناها قبل كده واوبو دلوقتي حاططها، هو انك تعرف تاخد عنصر من الصوره وتسحبه كده، ممكن طبعا تحطه في الفايل دوك او تسحبه وتبعته كبي ان جي، صوره متفرغه. الجديد بقى والمختلف شويه واللي عجبني هو فكره انك ممكن تاخد كذا عنصر في الصوره، يعني مثلا لو في كذا بطريق، فانت لو دوست على واحد هيظهر لك الاربعه، ممكن تاخد كل واحد لوحده، على عكس مثلا في الايفون لازم ياخد حاجات تبقى ملزوقه في بعض، فاهم، حته واحده. فهنا سمارت كفايه ان هو يفهم ايه الحاجات ديت وتبعتها بقى استيكرات بقى. يعني انت الموضوع دوت انا بقى ايه بستغله بقى، بيوزه في فكره الاستيكرات، ان انا ابعت بقى لكل اصحابي ايه، اكيد مش هبعت لهم صوره بطريق بس اللي هو يعني ايه، فاهم انت فهمت الفكره. دقيقه قوي في القص، يعني انت لو عايز تقص حاجه معينه، اعرف ناس بيستخدموها في ان هما بيصمموا صوره او ثامب او كده، يعني لو جيت قست كده اهو، دقيقه قوي، ما بتاخدش جزء من الخلفيه، وظابط قوي في الشعر. حاجه كمان مش تاخد بالك منها قوي غير على مدار اليوم، هي اسمها اكوامورفيك ديزاين. الديزاين بتاع الموبايل والالوان بتاعه النوتيفيكيشن بتتغير على مدار اليوم. هتلاقي كده كل لما تنزل بالليل الالوان بتبدا تبقى اهدى شويه، تلاقي تدرج كده في الالوان، يعني حسواكه شويه، بس انا بحب الحاجات دي. الانيميشن نفسها برضو اتغيرت، بقت زي فكره كده الدايناميك ايلاند شويه، مثلا زي السكرين ريكوردنج اللي احنا فاتحينه، بيفتح كده اهوت وبيقفل من فوق. برضو لو جالك مكالمات، لو جالك برضو نوتيفيكيشن بتطلع كده من فوق وبتختفي. ضافوا شويه اولويز اون ديسبلاي مختلفه شويه، حاجه اسمها جو جرين، بيئه بقى والكلام، مش بيئه معفنه، اللي هو بيئه البيئه، يعني البيئه انت فاهم يعني. تحت خالص الكربون فوت برنت، سامعين الصوت ده؟ انا عايش في الرعب ده بقى، سامع الصوت بتاع اللي هو صوت الهواء اللي داخل من تحت الباب ده بيرعبني بالليل. عندك بقى الكره الارضيه، عندك مش عارف ايه، البتاعه دي عجباني قوي. اختار طبعا الالوان بتاعه الساعه والنوتيفيكيشن بتظهر لك روشه قوي. وبعدين عندك الايموجي ده انت بتختار، وطبعا ده بقى بيتغير على شكل وشك، يعني هو بيتحرك مع عينك. طلعت لسانك، طلع لسانه، غمض عين وعين، هو بيعافر شويه بس عشان فيه اضاءات كتير، بس برضو ممكن تخليها ايه لوك سكرين او اولويز اون ديسبلاي. في برضو اضافات تانية في البطاريه زي الباتري هيلث اللي هو صحه وعمر البطاريه، تعرف البطاريه كام في الميه. السمارت تشارجنج دوت اللي هو يعرف انت تشحن موبايلك امتى، او ممكن تخليه يوقف الشحن عند 80% عشان تحافظ على البطاريه اكتر. في برضو فكره انك تتحكم في سرعه فتح وقفل الابلكيشن، الاب انيميشن سبيد، ممكن تخليها ميديوم اللي هو يفتح على مهله، تبقى الدنيا سموز وناعمه، او ممكن تخليه فاست اللي هو انجز افتح لي بسرعه. بقى عندك سمارت نوتيفيكيشن هايدنج، يعني اخفاء ذكي للاشعارات، دي بتشتغل بصمه الوش، طول ما هو لاقط وشك انت بس هيكون بيعرض لك النوتيفيكيشن. ظهر حد تاني معاك اللي هو بيبص من ورا كده في المترو ولا في الاتوبيس، حد بيبص معاك، ساعتها مش هيعرض الاشعار علشان يقول لك ان في حد بيبص معاك يعني. واكيد لو حد مسك موبايلك برده مش هيظهر اشعار. لو انت صورت صوره وعايز تعدلها او تشيرها على طول، مش لازم تفتحها، انت ممكن تسحب من فوق كده اهوت فيظهر لك يا اما تعدلها او تشيرها. في برده حاجه مهمه في الابلكيشن بتاع الصور، ممكن تخلي ترتيب الصور من تحت لفوق، يعني اخر صوره تبقى تحت زي كده،
او تخليها فوق. في حاجه اسمها بيكسليت، لو في محادثه بينك وبين شخص وعايز تبعتها لحد تاني توري له الكلام بس من غير ما توري له الصور، وهيشيل المعلومات الحساسه. يعني مثلا تخش تدوس بيكسليت وتخش على اوتو، هنا مثلا الصوره دي فيها معلومات بتاعت الفيزا، طبعا مش الفيزا بتاعتي عشان ايه، عارفك انت اللي بتشغل دماغك، فهو هيشيل ويمسح الحاجات المهمه ويمسح مثلا صوره الشخص دوت، فحته امان حلوه كده. بقى في كاستمايز ريفريش ريت لكل ابلكيشن، يعني انت ممكن تخلي مثلا اللي هو ايه الواتساب اشتغل مع ال 60 فريم، انت ليه تشتغل 120؟ اي ابلكيشن بتاع فرجه شاهد واتشت الحاجات دي برده اخرك 60، لو ابلكيشنز السوشيال ميديا تخليها 90 او 120 لو انت بتقلب جامد، فده بيوفر معاك في البطاريه برده حلو. بتعرف تختار الشورت كات بتاع اللوك سكرين، في العاده بيبقى الفلاش، ممكن تخليه اي ابلكيشن ثانيه، ممكن تخليه يعمل اي حاجه ثانيه. في برده شويه مميزات ثانيه كده لازم اقعد شويه عشان ادور عليها، بس دي الحاجات الاساسيه بقى. بس برضو النعومه، الموضوع بقى انعم شويه، طبعا ده بيختلف من الموبايل التاني، خلي بالك له برضو ابديتس ثانيه وتحديثات ثانيه 14.1 14.2، بس هو الصراحه واجهه ناعمه انا بحبها جدا، ما فيهاش حاجات اوفر ومعقده، فناس كتير قوي بترتاح معاها. وزي ما قلنا على حسب البروسيسور اللي موجود في الموبايل، فده بقى هنعرف ايه البروسيسور اللي موجود في الموبايل ده وده في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هينزل كمان 3 ايام كده اهوت، فقولوا لي برضو عايزين تعرفوا ايه عنه. اكيد الكاميرات، انا عارف ان دايما سلسله الرينو من اكتر الحاجات المشهوره بيها وهي الكاميرات، فهركز على الكاميرات، البطاريه اللي برضو جايه بشحن سريع، واهم حاجه السعر. انت داخل عايز تعرف السعر بس انا عارف، فاشترك واعمل لايك سبسكرايب واعمل فولو على الانستجرام لو بتحب الفيديوهات السريعه. بس سلام.